عمرك حسيت انك اسير ذنب معين؟ كل مرة تقول دي اخر مرة، ولكن بعدها ترجع تاني وكأنك بدأت من نقطة الصفر. ساعتها بقى الشيطان بيجي يقولك انت انت مفيش منك فايدة، ده ربنا مش هيقبل توبتك. الموضوع ده بيحصل تقريبا مع كل واحد فينا، فتعالوا نشوف هل ربنا فعلا يقبل التوبة مع تكرار الذنب، وازاي نثبت على التوبة ديت ونكسر الحاجز ده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحديث ده لوحده كفيل ان هو يكون رسالة امل ليك، لان الخطأ جزء من طبيعتنا كبشر، لكن الخير الحقيقي انك ترجع بعد كل مرة وقعت فيها. يعني مش معنى انك وقعت في الذنب تاني انك انسان سيء، لا، لكن معناه انك لسه محتاج شوية مجاهدة وصبر، لان الله عز وجل يحب ان يرى عبده يرجع اليه في كل مرة اذنب فيه. رحمة ربنا اوسع مما تتخيل. قال عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. فربنا عز وجل نادى الناس اللي أسرفوا على أنفسهم في الذنوب والمعاصي الكبيرة يا عبادي. عز وجل نسبنا ليه يا عبادي، والله العظيم هذا رحمة وفضل من الله عظيم. يا عبادي، ما قالش يا مذنبين، يا عصاة، يا من ارتكب كبائر الذنوب، لا، ربنا نسبنا ليه كعباد له سبحانه وتعالى مهما أخطأنا. وفي الحديث القدسي قال عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله عز وجل يغفر لنا على ما كان منا ولا يبالي سبحانه وتعالى، لكن بشرط ما دعوتني ورجوتني، يعني الدعاء إن إحنا ندعي ونرجو الله عز وجل أن يغفر لنا الذنوب. تمام. دلوقتي إحنا اتكلمنا عن طبيعة النفس وإن النفس خطاء وأمارة بالسوء، وتاني حاجة عن رحمة ربنا وإن رحمة ربنا أوسع من كل شيء. طيب السؤال دلوقتي هو أنا ليه لما بتوب برجع للذنب تاني؟ أولا معاك 4 حاجات. أول حاجة البيئة، لو حواليك صحبة بتشجعك على المعصية طبيعي جدا إنك تقع بسرعة، فعلشان كده لازم تنقي صحبتك، ولازم تشوف الفيديو اللي فات اللي فيه 3 مفاتيح للثبات. تاني حاجة الفراغ، ان انت قلبك فاضي، قلبك فاضي حرفيا، فنفسك لو لم تشغلها بالطاعة شغلتك هي بالمعصية. فانت لازم تملى قلبك، لان مع فراغ القلب بتقل الصلة بينك وبين الله عز وجل، فتبص تلاقي وردك بقى قليل قوي، صلاتك بقت ضعيفة، فوقتها النفس والشيطان يقوى عليك، وانت طبعا مش هتقدر عليهم، فبتقع في الذنب بسهولة تاني. رابع حاجة معانا وهي الأسباب الخفية. إيه هي الأسباب الخفية دي؟ هي إنك مثلا متعلق بذنب معين بتحب تعمله، تستمتع وإنت بتعمله، أو إنك أدمنت عادة سيئة. فدولت 4 أسباب بيخلوك تعود للذنب تاني. فإحنا لازم نشوف أنا وقعت ليه، أنا عملت ليه، أنا ليه دي، أنا بحب الذنب ده فخلاص هقلل منه، هحاول أقرأ عن أضراره عشان أقبحه خالص ويبقى في قلبي منبوس خالص. فلو لما أجي أعمله بعد كده لو لا قدر الله عملته فأنا عامله بإيه، بغير طيب نفس ما أناش مستمتع بيه، فمرة في مرة هتلاقي ذنبي بقى إن شاء الله اتمحى خالص من قلبك. تمام. طيب دلوقتي انا خلاص عرفت كل حاجة، فانا عاوز اعرف ازاي ارجع. اول حاجة اقطع الاسباب. شوف اللي بيوقعك المرة اللي فاتت واقطعه، اللي وقعك المرة اللي قبلها واقطعه. لا يلدغ مؤمن من جحر المرتين. شوف اللي وقعك المرة اللي فاتت واقطعه. اول حاجة قطع الاسباب. تاني حاجة املأ قلبك بالطاعة، خلي عندك ورد من القرآن، صلي، لو مش بتصلي السنن ابدأ صلي السنن، لو مش منتظم في الصلاة ابدأ انتظم وانزل صلي في المسجد.
بعد ما تصلي ابدأ اقعد كده واحفظ الأذكار الواردة بعد كل صلاة. فتاني حاجة هو إن أنت تملأ قلبك بالطاعة. تالت حاجة التوبة المتكررة. اوعى في مرة تصاب باليأس، حذاري أن تصاب باليأس، لأن لو أصبت باليأس فأنت مش هتتوب، وبالتالي فأنت عاص، ولو مت فأنت مت وأنت معاك معصية ما تبتش منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. لا، لو أنت في اليوم بتعمل الذنب ده 70 مرة، ما أصر من استغفر، توب. توب، انت عملت 70 مرة، توب 71 مرة. ورابع حاجة وهي الدعاء. ادعي يا مثبت القلوب ثبت قلبي، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا رب انت اللي بتثبت القلب، انا معرفش اعمل حاجة، فثبت قلبي. يا رب انت القلوب بتتقلب، تقلبها كيف تشاء، فقلبي يكون على الطاعة دايما يا رب. واخر حاجة عاوز اقولها لك في مراحل الحل العملي، انك تعاقب نفسك. اعاقب نفسي ازاي؟ هقولك ازاي. مش ان انت تضرب نفسك ولا تولع شمعة وتسقط على ايدك، لا. ان انت عملت ذنب دلوقتي، خلاص انا خلصت الذنب ده، انا هصلي 4 ركعات قيام ليل النهارده. انا عملت الذنب ده النهارده، خلاص انا هقرا 10 صفحات قران. وعلى حسب بقى، لو انت بالنسبه لك ال10 صفحات قران دول كويسين، يعني هتقراهم سوره عادي، لا انا هقرا 20 صفحه، انا هقرا 30 صفحه، انا هقرا جزئين، انا هقرا 3 اجزاء، انا هقرا سوره البقره كامله النهارده. عاقب نفسك. انت تعرف مقدار نفسك قد ايه. مقدار نفسك مثلا ان انت تقرا جزء النهارده، لا انا هقرا 30 صفحه عشان اتعب نفسي النهارده شويه. انت مقدار نفسك ان انت هتصلي النهارده 6 ركعات قيام ليل، لا انا هصلي 10 النهارده، طبعا بخلاف الوتر. تمام. فانت تعاقب نفسك علشان نفسك بعد كده لما تيجي توزك، اه لا ده انا المره اللي فاتت ده انا تعبت، غبت يجي ساعتين 3 اقرا مثلا في 3 4 اجزاء، لا انا مش عامل المره دي. فبدل ما كنت بتجاهد نفسك يومين 3، لا، نفسك هتقل والمجاهدة هتزيد مثلا لحد أسبوع، وهكذا مع الأيام بتزيد. تمام. فاللي أنا عاوز أقوله لك إن أنت اوعى تفكر إن أنت لوحدك في الصراع ده، كلنا جوه دايرة واحدة. ولكن العبرة مش أنا وقعت كام مرة، العبرة إن أنا قمت كام مرة. أنا وقعت 10 مرات وقمت 9، فاضلك مرة. أنا وقعت 10 مرات النهاردة بس قمت 50 مرة، فأنت كده كويس. مرة مع مرة تلاقي عدد الوقوع قل. تمام. ودايما خليك عارف إن رحمة ربنا أكبر وأوسع من ذنبك، وأملك في ربنا أكتر من يأسك. فكل لما تقع قوم مستغفر وارجع لربنا لحد ما يجي اليوم اللي تقوم وما تقعش تاني. ما تخليش ذنبك يحرمك من رحمة ربنا. وبكده ان شاء الله نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك المحتوى ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك، وان انت تشير الفيديو في كل حتة عشان الناس كلها تستفاد. واكتب لنا رأيك في التعليقات في الحلقة ديت، وعاوزنا نعمل ايه في الحلقات القادمة. وما تنساش تدعي لنا معاك، لان احنا في امس الحاجة للدعاء. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.